السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة تعليمولوجي. طبعا أنا اخترت كتاب المعاصر في السلسلة دي علشان أبدأ أشرح فيها الدروس الخاصة باللغة الإنجليزية English. طبعا فهنبدأ في السلسلة دي في سلسلة برايمري 6 الصف السادس الابتدائي في كتاب كونكت. طبعا أنا بشرح فيها الكلمات واشرح فيها الجرامر ونحل فيها الأسئلة اللي موجودة بشكل مبسط ونحاول نفهم المعلومة على قد ما نقدر. وطبعا لو في اي تعليق لحضراتكم او اي ملاحظات يا ريت تسيبوها لي في التعليقات علشان نقدر نتناقش فيها ونوصل لانسب شرح ان شاء الله يفيد اولادنا بشكل جميل وبشكل سهل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Unit 7 Lessons 4 and 5 درس الرابع والخامس. طبعا Writing a fact file و Project. شوف دلوقتي الكلمات copper copper أو copper الاتنين صح. copper اللي هو النحاس، bronze bronze اللي هو البرونز ده معدن، meteorite meteorite نيزك، dagger dagger خنجر، heaven heaven الجنة، scarab scarab amulet scarab amulet تميمة الجعران. التميمة دي يعني زي حظاظة، حاجة بتتلبس، والجعران ده كان زمان اللي هو عامل زي الحاجة يعني زي الحيوان، زي عفوا الحشرة زي الخنفس، ده كان بيلبسوها تميمة الحظ. ماينز مناجم، ماين يعني منجم، المنجم ده اللي بيكون فيه مثلا الذهب او اي شيء تاني معدن تاني، فطبعا لازم يفحتوا في الارض عشان يطلعوا المعدن اللي موجود. amazingly amazingly من المثير للدهشة. بقسم الكلمة agricultural agricultural مقسم الكلمة يعني زراعي. sadly لسوء الحظ. sheets صفائح. crafts craftsmen craftsmen يعني حرفيين. salts أملاح. fire نار. through من خلال أو عبر. display board لوحة عرض. mirror مراية. before قبل. template template يعني نموذج. fortunate fortune يعني حظ، التين اقول عليها fortune يعني حظ. precious 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 ثمين، حاجة قيمة. الافعال بالنسبة لنا في الدرس ده mine ينقب او يستخرج يعني يحفر علشان خاطر يستخرج معدن. الماضي بتاعها mind هزود لها دي. decorate يزين. decorated زين. destroy يدمر. destroyed دمر. begin يبدأ. began بدأ. wear يرتدي أو يلبس. wore لبس أو ارتدى. bring يحضر أو يجلب يجيب يعني حاجة. brought يعني أحضر. طبعا عندنا في important expression تعبيرات مهمة. work with يستخدم. because of بسبب. early on في البداية. from the ground ground يعني الأرض. from the ground يعني من باطن الأرض. later on بعد ذلك بعد كده يعني. result of نتيجة لي. bring good fortune يعني بتجلب الحظ الجيد. طبعا زي ما احنا عارفين ان دي guiding words مهمة جدا لازم اعرفها كويس قوي. عندنا كلمة copper وايرون. copper وايرون. copper اللي هو النحاس وايرون الحديد. The ancient Egyptians المصريين القدماء worked with اشتغلوا ب او استخدموا copper and bronze النحاس والبرونز before using iron قبل استخدام الحديد. The ancient Egyptians المصريين القدماء mined يعني كانوا بينقبوا. يعني بينقب زي ما قلنا يعني بيحفر الأرض علشان يستخرج المعدن. mined iron يعني ينقبهم عن الحديد
from the ground من باطن الأرض. The ancient Egyptians المصريين القدماء called iron كانوا بيسموا الأيرون اللي هو الحديد the metal of heaven معدن الجنة. heaven metal of heaven معدن الجنة. طبعا احنا قلنا heaven يعني الجنة وطبعا قايلينها فوق في الكلمات. ancient Egyptians craftsmen الحرفيين المصريين القدماء. طبعا احنا بنترجم من اليمين هنا عشان دي صفة وده اسم. craftsmen الحرفيين المصريين القدماء made a famous dagger عملوا خنجر مشهور أو خنجر معروف for توت عنخ آمون's tomb من أجل مقبرة توت عنخ آمون. from a meteorite من النيزك. طبعا دي كانت الكلمات بأهم جمل في الكلمات. نشوف مع بعض reading and writing القراءة والكتابة. طبعا القراءة اللي عندنا وهنترجم مع بعض. iron in ancient Egypt الحديد في مصر القديمة. When did the ancient Egyptians start using iron متى المصريين القدماء بدأوا start بدأ. بس يا مستر دي start مش started مش في الماضي معنى عشان خاطر هنا did ملهاش معنى فاحنا بنقول ان start هتبقى في الماضي started عشان خاطر did عندنا. يبقى نترجم مع بعض تاني. When did the ancient Egyptians start using iron متى المصريين القدماء بدأوا استخدام الحديد. وديد طبعا ملهاش معنى عشان خاطر هي في الماضي. طبعا هنا هنشوف الجمل. The ancient Egyptians started using iron more than 5,000 years ago المصريين القدماء بدأوا في استخدام الحديد أكثر من 5000 سنة مضت. Before iron قبل الحديد they worked with copper and bronze هم اشتغلوا بالنحاس والبرونز. Where did they find iron أين هم وجدوا الحديد. ليه قلنا هنا find وجد علشان خاطر did هي did بتساعدني بتقول لي ان الفعل اللي عندك ده اللي هو find خليه في الماضي يعني ترجمه في الماضي. تمام. Amazingly من المدهش some of their early iron بعض من الحديد الأولي اللي هم لقوه يعني was from meteorites كان من النيزك أو بعض أو نيازك. Ancient Egyptian craftsmen الحرفيين المصريين القدماء made a famous dagger for توت عنخ آمون's tomb صنعوا خنجر مشهور زي ده for من أجل مقبرة توت عنخ آمون from a meteorite من النيزك. they also mined هم أيضا نقبوا يعني حفروا iron يعني حفروا علشان خاطر الحديد يجيبوا الحديد منين بقى from the ground من باطن الأرض. but they found it quite difficult to use بس لكن هم وجدوا ان ده صعب شوية. quite difficult صعب إلى حد ما. quite difficult صعب إلى حد ما to use أن يستخدموا because it needs a very hot fire to melt لأن it هنا عايد على الحديد بيحتاج إلى نار ساخنة جدا to melt علشان يسيح أو يذوب. melt هنا يذوب which often wasn't possible التي لم في الغالب ما كانتش ممكنة. نكمل. why did they think iron was special ليه كانوا بيعتقدوا ليه هم المصريين القدماء يعني اعتقدوا ان الحديد كان خاص. they thought iron هم اعتقدوا ان الايرون was special كان خاص because they believed it came from the sky لان هم اعتقدوا او كانوا بيؤمنوا ان هي جاية من came from get من the sky من السماء because of the meteorites بسبب النيازك او عن طريق النيازك because of بسبب او عن طريق النيازك. they called it هم سموها the metal of heaven يعني المعدن السماء اللي من الجنة
معدن من الجنة. for them من ناحيتهم أو يعني من خلال تفكيرهم iron was more precious الحديد كان أكثر قيمة يعني أكثر قيمة than gold أكثر قيمة من الذهب because it was rarer لأن الحديد كان under أو أكثر ندرة يعني نادر. نشوف بعد كده what did they use iron for ماذا هم استخدموا الحديد من أجل يعني استخدموا الحديد علشان خاطر إيه. early on في البداية the ancient Egyptians المصريين القدماء used iron for small items استخدموا الحديد من أجل أشياء صغيرة like jewelry زي المجوهرات. copper and bronze النحاس والبرونز were common كانوا معروفين. common metals يعني معادن معروفة أو معادن شائعة. for tools من لعمل أو من أجل الأدوات because they were easier to find لأن هما احنا بنتكلم على الكوبر اللي هو النحاس والبرونز كانوا عرفنا منين كانوا were easier كانوا أسهل to find إن هم يلاقوه أن يوجد. but later on لكن بعد كده iron agricultural tools الأدوات الزراعية اللي من الحديد and weapons والأسلحة began to appear بدأوا في الظهور أو بدأوا أن يظهروا. this was the result of the ancient Egyptians getting more iron هذا كان النتيجة of the ancient Egyptians المصريين القدماء getting more iron through trade أن يحصلوا على أكثر حديد أكثر more iron حديد أكثر through من خلال trade التجارة with other countries مع الدول التانية. نشوف مع بعض دلوقتي general exercises يعني تمارين عامة على on lessons 4 and 5 على الدرسين 4 and 5 الرابع والخامس. أول حاجة طبعا احنا طبعا عارفين ان الليسننج ده هيكون لنا ان شاء الله محاضرات وفيديوهات كتيرة علشان خاطر نشوف أهم الدروس في الليسننج. شوف دلوقتي choose the correct answer اللي هو سؤال اختار. أول حاجة heat and butter heat the butter to space it سخن heat يعني سخن the butter اللي هي الزبدة to melt it علشان تسيح. تاني سؤال they iron from the ground هما طبعا ماين هما بينقبهم يعني بيحفرهم على الايرن الحديد. gold and silver are very طبعا precious metal precious يعني قيم ليه they cost a lot of money بيكلفوا فلوس كتير. شوف اللي بعده the space uses iron to make metal tools the craftsman الحرفي بيستخدم الحديد علشان يعمل to make علشان يعمل metal tools أدوات معدنية. شوف دلوقتي read القطعة ان احنا نقرأ القطعة ونكمل من خلال الكلمات. meteorites iron copper fire craftsmen. The ancient Egyptians started using iron more than 5,000 years ago. طبعا القطعة دي احنا قريناها. Before iron they worked with طبعا كانوا شغالين على copper. نصغر الخط شوية. تمام. and bronze. Amazingly some of their early iron was from طبعا meteorites. ancient Egyptians المصريين القدماء طبعا اللي هو مين craftsmen الحرفيين made a famous dagger for Tutankhamun's tomb from a meteorite. They also mined iron from the ground, but they found it quite difficult to use because it needs a very hot fire to melt. طبعا ده اللي احنا حليناه وقرينا اصلا طبعا فوق الكلمات دي
شوف بعد كده الترتيب. طبعا اول كلمة when، زي ما احنا متعودين did لما تبقى موجودة عندي في السؤال يبقى بحطها تاني حاجة ومش ليها معنى. طب هي محطوطة ليه؟ عشان خاطر اقول للفعل اللي موجود التاني ان هو اخليه في الماضي، اترجمه في الماضي. يبقى when did they start using iron. نترجم متى هم بدأوا. هنا كلمة start معناها يبدأ. طب ليه انا ترجمتها بدأ؟ علشان خاطر did زي ما قلنا. انا بأكد على المعلومة اكتر من مرة علشان تتحفظ ان شاء الله مع بعضنا. السؤال اللي بعده هنبتدي ب there weren't، ما كانش فيه، لم يكن موجود. there weren't many ما كانش موجود كتير. silver mines يعني مناجم للفضة. فين؟ in Egypt. السؤال الثالث the ancient Egyptians، المصريين القدماء. مالهم؟ طبعا انا لما الاقي عندي فعل في الماضي used او اي فعل في الماضي في الغالب بيكون هو ده اول حاجة، يعني اول فعل بالنسبة لنا احنا نستخدمه. used المصريين القدماء استخدموا ايه؟ طبعا bronze. استخدموا bronze من اجل صنع for making tools، علشان يعملوا الادوات. المصريين القدماء استخدموا البرونز من اجل صنع الادوات. طبعا السؤال ده بصح الكلمة اللي ما بين قوسين the boy hid، الولد استخبى. طبعا behind the door، خلف الباب. so we couldn't see him، احنا ما قدرناش نشوفه. طيب هنا she a silver ring yesterday، عندي في كلمة yesterday، فطبعا الفعل لازم يكون في الماضي اللي هي bought. السؤال اللي بعد كده سؤال البنكشويت. طبعا زي ما احنا عارفين ان اول حرف بيكون capital Y was iron، وانا لو لقيت اسم انسان هكتب اول حرف منه capital، بس هنا مفيش اي اسم انسان. Y was iron difficult to work with. طبعا هنا ده مش ده سؤال مش جملة عادية، يعني انا بسأل سؤال ليه. why يعني ليه الحديد كان صعب ان تعمل معه، تشتغل بيه يعني. ده سؤال، فطبعا لازم احط الكويستشن مارك. طبعا والباراجراف زي ما قلنا ان احنا هيكون لينا ان شاء الله هنتكلم فيه ازاي نكتب باراجراف بشكل سهل وبسيط. ده كان lessons 4 و 5. ان شاء الله نشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله. تابعوني في الفيديوهات، ولو في اي تعليق انا منتظر حضراتكم في التعليقات علشان نشوف لو نقدر نزود حاجة تانية او في نقطة مش مفهومة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.